النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الشيش طاووق، وهي أكلة لذيذة قوي والكبار والأطفال كمان بيحبوها قوي. هنبتدي نقول مع بعض المكونات. عندي النهاردة نص كيلو شيش طاووق. في الوصفة هنا احنا بنفضل الوراك عن الصدور، بتديكي طعم ونتيجة أحلى كتير. نحط عليهم كوباية كبيرة زبادي، عليهم مية بصلة، عليهم فصين توم مهروسين، وهنضيف عليهم عصير ليمونة. هنبتدي نحط التوابل: معلقة بهارات، معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، معلقة زعتر، ومعلقة ملح. ابتدي اضيف عليهم معلقة مستردة ومعلقة كاتشب لو متوفرين عندك. وهبتدي اقلب كل التوابل دي كده مع بعض لحد ما احس ان التوابل والتتبيلة اختلطت ببعض وتجانست والفراخ اتشربت من التتبيلة. هغطيها واسيبها في التلاجة من 3 ل4 ساعات قبل ما اسويها. يفضل برضو ان احنا نسيبها في التتبيلة من بالليل ونبتدي نسويها تاني يوم، بتديكي نتيجة اعلى. وهنا عندي الخضار المتوفر بقطعه قطع كبيرة شوية. اللي موجود عندي فلفل، بصل، طماطم، فلفل الوان. وهبتدي اخرج عندي الفراخ من التلاجة واجهز اعواد الشيش طاووق اللي هرص فيها الفراخ والخضار. وهبتدي احط مثلا الخضار الاول: الفلفل، البصل، الطماطم. وهبتدي ارص الفراخ وارجع اضيف تاني الخضار، الفلفل، البصل، الطماطم، واضيف تاني الفراخ، وهكذا لحد ما الكمية عندي كلها تبتدي تخلص، وعشان نبتدي نسويها مع بعض. طبعا انا عندي هنا الفراخ انا نقعتها في المحلول النقع بتاع الفراخ واللحوم عامة والطيور، اللي هو مية وسكر وملح وليمونة. نقعتها شوية وبعدين شطفتها وبعدين نشفتها قبل ما استعملها في التتبيلة وقبل ما ابتدي اشتغل بيها في وصفتي النهاردة. ده بيبقى شكل عود الشيش طاووق بعد ما رصيت الخضار والفراخ بالشكل اللي انا عايزاه. ممكن ابتدي اغير، مثلا احط البصل وبعدين الطماطم، او الطماطم وبعدين البصل، زي ما تحبي الشكل اللي انتي حباه يعني. وبعدين هبتدي اعمل كل الكمية عندي لحد ما تخلص بالشكل دوت. الاكله الشيش طاووق دي يا جماعه بتبقى لذيذه قوي للولاد وصحيه كمان، والخضار المشوي مع الفراخ بيبقى طعمه جميل قوي. ممكن نعمل لهم وصفه زي دي سندوتشات الصبح في المدرسه. ممكن مثلا لما يرجعوا في الغدا نبقى عاملينها مع مكرونه بالصلصه او حبه رز اصفر. بتبقى اكله صحيه وبعيدا عن المقليات واللحوم المصنعه والزيوت وكده. كده الاطفال بيحبوها قوي، وبالالوان وكده بتفرق معاهم قوي. فهنبتدي نخلص عندي هنا نبتدي نخلص كل كمية الفراخ اللي عندي، احطها كلها في الاعواد. وده بيبقى الشكل النهائي بعد ما خلصت كل الكمية ورصيتهم بالشكل ده. هنبتدي نجيب الجريل بتاعي او اي طاسة عندي ما بيلزقش فيها الاكل، هدهنها دهنة زيت بسيطة واحطها على نار لحد ما تسخن قوي، وابتدي ارص الفراخ بتاعتي. هستنى 4 دقايق او 5 دقايق، وبعدين ابتدي اقلبها. ما بقلبهاش كل شوية يعني، لا اسيبها احس ان لونها ابتدى يغير زي ما احنا شايفين هنا في الجريل ابتدى اللون يغير، فقلبتها على الناحية التانية. انتي عايزة سواها اكتر من كده سيبيها شوية كمان. وابتدت هنا تستوي من الناحيتين وقربنا، ما بتاخدش 10 دقايق طبعا. وهنا شكلها تحفة وشكلها يشهي، والخضار المشوي شكله وطعمه رائع. هنا استوت عندي خلاص. اللي هحسن وعزز طعمها حطيت فحمة هنا مولعة، وبعدين رشيت عليها رشة زيت وغطي عليها وسيبيها 5 دقايق. بتديكي طعم الشيش طاووق اكنك عاملاها على الفحم بالظبط. اكنك شارياها من بره. الولاد مش هيصدقوا ان انتي عاملاها. الفحمة بتدي تيست تحفة. هنا ابتدينا هنا بقى شكل الشيش طاووق بعد ما قدمته مع مكرونة وشكله تحفة. وممكن كمان نعمله سندوتشات في العيش الشامي كده وعليه سلطة طحينة، بيبقى طعمه رائع. انا عايزاكم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي طلعت معاكم ايه.
وعايزاكوا تقولولي رأيكم في التعليقات، وحابين تشوفوا ايه الفترة اللي جاية وايه تعليقاتكم وآرائكم. ياريت نشارك بعض كده، وياريت تقولولي رأيكم. هستنى كومنتاتكم وتعليقاتكم وتشجيعكم. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، أتمنى أكون خفيفة على قلوبكم. ليكم مني ألف سلام وتحية.